السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة اكلة وفكرة مع سمية. هنعمل النهاردة مع بعض الكيكة الخطيرة اللي انتوا شايفينها دي. بصراحة تحفة، مش عايزة اقول لكم انها اتنسفت. كيكة كيكة باليوستفندي، كيكة اليوسفي زي ما بيقولوا في بعض الدول. هي كيكة الاستفندي، هنعملها بعصير الاستفندي. طبعا كتير بقى الحاجات دي اليومين دول، فاحنا بقى هنعمل كيكات وهنشبرق نفسنا بالكيكات في الدنيا البرد دي علشان ندفى كده ونقلبظ ونبقلظ. بصراحة احنا عمالين نفرد بقى والقعدة في البيت والهيصة. فهنعمل الكيكة الخطيرة زي ما انتوا شايفين، هشة جدا وطرية وعالية جدا وتحفة وريحتها قلب البيت بمعنى الكلمة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. بسم الله. معايا هنا 3 كوبايات دقيق، ومعلقة ونص بيكنج باودر، ومعايا هنا كوباية ونص تقريبا عصير استفندي، هي كوباية ونص. قشرت الاستفندي وضربته في الخلاط وصفيته بالمصفى. معايا 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، كوباية وربع سكر، 3/4 كوباية زيت، وقشر استفندي، بشر قشر استفندي. هحط كل حاجة على بعضها في الخلاط. 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، هحط عليها كوباية وربع سكر او كوباية سكر زي ما انتوا تحبوا، هي كوباية وربع. واحط بشر الاستفندي، معلقة صغيرة كده، وهحط 3/4 كوباية زيت، زيت نباتي طبعا نضيف يبقى ريحته حلوة، زيت ذرة او عباد شمس. هحط شوية خل، طبعا مش هنحط فانيليا لان احنا حاطين بشر استفندي وعصير استفندي، فاحنا عايزين الطعم بتاعه. هنحط بقى العصير، هنحط تقريبا كوباية وربع اهو، هنعاير كده كوباية اهي، وشوية كده زي ربع كوباية اهي. وهنسيب الشوية دول، لو عوزناهم هناخدهم، ما عوزناهمش خلاص. هنضرب بقى كله في الخلاط ونرجع لكم تاني لغاية ما السكر يدوب. رجعنا ضربنا ضرب كويس، ضربنا ضربا مبرحا. هنفضيه بقى في البولة. معايا الدقيق، بعد ما ضربنا الخليط ضربا مبرحا هنحط عليه 3 كوبايات دقيق منخولين، انا نخلاهم طبعا. 3 كوبايات هحط عليهم معلقة ونص بيكنج باودر، معلقة اكل ونص، مش مليانين قوي يعني. وهجيب المضرب الكهربائي بتاعي او بالمضرب السلك اليدوي عادي، اقلب شوية بس كده عشان الدقيق ما يطرش. وهشغل السرعة البطيئة الاول على ما اخلط الدقيق شوية مع الخليط. انا مش هضرب كتير يعني، يا دوبك بس الخليط يبقى نقلبه كويس مختلط ببعضه كويس، يعني يختفي الدقيق كله. اهو انا بضرب كل ده بالسرعة الهادية اهو. انا مش محتاجة اضرب لوقت طويل، انا بس بخلي الدقيق يختفي في قلب الخليط. هحط شوية ربع كوباية العصير الاستفندي اللي فاضل. زي ما انت شايفة الدقيق بيشرب سوائل او ما بيشربش سوائل، لو ان ممكن تعوزي كمان تحطي، بس هو معايا كده تمام. بسم الله ما شاء الله زي الفل. يعني المقدار ده خد معايا كوباية ونص عصير استفندي. قلنا الاستفندي بنقشره ونقطعه ونشيل منه البذر ونضربه في الخلاط وبنصفيه بالمصفى. كده الخليط معايا كده تمام. هجيب القالب البايركس بتاعي او صينية مقاس 30، وهندهنها. هندهن البايركس دهنة زيت خفيفة، لو صينية ألمونيا هندهن دهنة زيت ونبطنها بالدقيق زي ما احنا متعودين. هجيب بقى الخليط بتاع الكيكة وافضيه. شوف الخليط جميل جدا وده سمكه جميل جدا اهو. فضيته في القالب كله.
كده تمام اهو. بسم الله ما شاء الله. اهزه كده واخبطه خبطتين في الرخامة كده، واحطه في الفرن على درجة 180. هياخد تقريبا نص ساعة او 35 دقيقة. وخرج من الفرن زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله. هو كده دافي مش بارد قوي. هقطعه معاكم. يلا بسرعة ايديكوا على اللايك اول ما تفتحوا الفيديو، ما تستنوش لغاية اخر الفيديو. هنقطعها بقى كده وهنشوفها طالعة معانا ازاي. قطعي الحجم اللي انت عايزاه. انا قطعتها طلعت كبيرة جدا، فرجعت قطعتها تاني في اطباق التقديم. هنطلع بقى كده مع بعض وهنشوف الكيكة عاملة ازاي. اهي شفتوا الكيكة عالية قوي وهشة جدا طرية، وريحتها تحفة وطعم خرافة. يلا بسرعة اعملوا لايك للفيديو وشير للفيديو عشان حبايبكم يشوفوا وصفة الكيكة بتاعتنا ويعملوها. جو برد وعايزين طول ما احنا قاعدين نعمل حاجات زي كده في البيت في الشتاء ده لأولادنا وهم بيذاكروا في البيت. وربنا يحفظهم جميعا ويحفظ الجميع يا رب. نعمل الكيكات الحلوة دي، فشيروا عشان أصحابكم وحبايبكم يشوفوا الطريقة. واعملوا اللي أول مرة يشرفني يعمل سبسكرايب ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد من فيديوهات إن شاء الله. السبسكرايب هو الاشتراك، في كلمة اشتراك بالأحمر تحت الفيديو تضغطي عليها حضرتك، وبعد كده هيظهر لك 3 ألوان من الجرس. اعملي الجرس اللي بلون الرمادي اللي فوق عشان يوصلك كل فيديو جديد أنزله على القناة. استنوني في فيديو جديد إن شاء الله مع قناة أكلة وفكرة مع سمية. اوعوا تروحوا في أي حتة، خليكم مع أكلة وفكرة مع سمية. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.